بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بعد المقدمة المبسطة اللي احنا عرضناها، طبعا دي كانت فكرة عن اللغة، ويعني احنا ممكن فهمناها أو ما فهمناش مش هيأثر فينا، ده مجرد فكرة بس عشان نعرف شكل اللغة. إن شاء الله هنبدأ مع بعضينا المنهج الأساسي اللي هو إيه، طبعا مكون من 4 وحدات، كل وحدة 3 دروس، كل وحدة لها حوار. طبعا ننصحك إن شاء الله إن أنت الحوار ده لازم تقرأ، ناخد الكلمات، جرامير، القواعد، التعبيرات، عشان نوظفها في مواقف، نوظفها في قطع احنا هنقراها نحل بيها، نوظفها في ايميل، في موضوع هنجاوب بيه. فطبعا النصيحة ان انت تقرا الحوار اللي هو الديكوموس سكولير، اللي هو الحوار بتاع كل واحد، عشان ده احنا مستقل منه الكلمات والتعبيرات والحاجات دي. نتمنى لكم ان شاء الله فهم جيد ومتابعة جيدة. فهيا بنا نبدأ، نتوكل على الله. فهيا بنا نبدأ زي ما اتفقنا. طبعا عندي المنهج عندنا مقسم ل4 وحدات زي ما قلنا، كل وحدة 3 دروس. الوحدة الأولى اسمها الكلوب دو ما كلاس، كلوب دو ما كلاس. طبعا كلمة كلوب أو كلاب في اللغة الإنجليزية بمعنى نادي. عندنا هنا كلوب دو ما كلاس يعني منتدى أو تجمع من الناس أو من الأصدقاء، التجمع في هواية واحدة أو لهم ميول واحدة او انتماءات واحده. الكلوب دو ماكلاس يعني مجموعه فريق فصلي، مجموعه انا وزملائي، الكلوب دو ماكلاس او منتدى اصدقاء فصلي. الدرس ده هنتعرف ازاي ان انا كومون جي مي بريزونت، ازاي ان انا اقدم نفسي، كومون جي مي بريزونت، او بريزونت ليزوتر في الدروس الثانيه اللي وراني اللي اقدم الاخرين. طب انا هنا عشان اقدم نفسي يلزمني بعض المفردات. طبعا قلنا المفردات دي ليست للحفظ فقط ولكن للتوظيف. انا عندي قطعه هدينا احل منها اختيارات صح عشان اعرف اختار صح، عندي مواقف هقراها عشان اعرف احل صح، عندي ايميل، عندي جرامير هختار منه. فانا الكلمات دي تخدم وليست للحفظ فقط، هي تخدم وتوظف، ولذلك لازم اعرف حوار الوحده، كل وحده لها حوار لازم اعرف، ال4 وحدات كل وحده لها حوار لازم اعرف. طيب هيا بدنا نبدا نشوف الكلمات اللي هي المهمه اللي هتساعدني ان انا اقدم نفسي. طبعا عندي في على الشمال عندك اللي هي الاسماء المذكره، نوم ماسكلان، نوم ماسكلان اسماء مذكره يعني. اول حاجه النوم اللي هو لقب او اسم العيله. في فرنسا طبعا عندهم حاجه اسمها اللقب او اسم العيله، اللي هو احنا زي الاب عندنا احنا كده. ان برينوم اللي هو اسم الشخص، الشخص ذاته، يبقى البرينوم اللي هو اسم الشخص اللي هو الاسم الاول زي ما احنا بنقول، والباقي الاسم اللي هو الاسم الثاني او الاسم العيله اللي هو اسمه النوم عندهم. اناج عمر، ان ليسي مدرسه ثانويه، ان كوبان رفيق او زميل. طبعا هناخد احنا امي وكوبان وكاماراد اللي هو رفيق فصل او رفيق، هنشوف ايه معاني كتيره جدا. يبقى عندي ان كوبان اللي هو رفيق او زميل، ان امي اللي هو الصديق الانتيم اللي معي على طول في كل وقت، ان جارسون ولد، ان إلاف تلميذ، ان بروفيسور مدرس، ان بير اب، انا وان جون شاب او شابه يعني طبعا احنا في المقدمه اللي احنا خدناها خدنا اللي هي المفرد المذكر، ان للمفرد المؤنث، فاقول او ان جون شاب او شابه. انا عام او سنه. طبعا في كلمتين اسمها اني مقابلها في الكلمات المؤنثه، يعني في فرق. طبعا دي اسمها عدديه، لكن اني اللي هي جايه ب2 او دي في الاخر عليها اكسون، اللي الاولانيه دي عباره عن اللي هو سنه يعني، اللي هي اسمها ترتيبيه، لكن دي عدديه. ان ديسان اللي هو رسم، ان نومبر عدد، ان فوازان جار، ان كلوب يعني جار. أنا ممكن اقدم جاري برضه، ما احنا هناخد من ضمن ايه فوازان اللي هو الجاره، وين فوازين هي الجاره. ان كلوب نادي زي ما قلنا، لي باسكيت كرة سلة، ان مون كلمة، لو ماتان الصباح، لو سوار المساء اللي هناخد التحية في الصبح والتحية في الليل، ازاي انا اعبر بيها ازاي. ان فوتو صورة، ان كولير هناخد الالوان لكولير. لاحظ طبعا يا جماعه ان كلمه ان فوتو مؤنثه صوره. ان ناسيوناليتي جنسيه اللي بالانجليزي ناشوناليتي، ان عندنا اون فرنسيه بنقول ايه ان ناسيوناليتي اللي هي جنسيه. ان ايكول مدرسه، ان كوبين رفيقه او زميله، طبعا مؤنث ايه ان كوبان. ان امي مؤنث صديق صديق صديقه. ان في بنت مؤنث جارسون. عندي في ان لاف تلميذه مؤنث ان لاف تلميذ. ان كلاس فصل. ان مير طبعا في امبير اب. انفيل مدينه. ايناني زي ما قلنا اللي هي السنه الترتيبيه، نقول في الصف الاول الثانوي او في الثاني الثانوي، او انا مثلا في الصف الثاني او الاول كده، دي اسمها ايه ترتيبيه. ان ري شارع. ان باليت، باليت لوحه الوان يعني، او يعني مزخرفه او حاجه زي كده. ليه ريتروفاي، ريتروفاي اللي هو تلاقي الاصدقاء، جاي من ريتروفيا تلاقى، ريتروفاي. اللونج لغه. ان بيرسون شخص.
اللتر طبعا في خطاب وتنفع حرف برضه. اللتر تنفع خطاب وحرف من حروف الكلمة يعني. ان فراز جملة، ان ليسون درس. ده كان الفوكابيلاري. طبعا انت مع نفسك تاني عشان الوقت، فانت تسترجع تاني، توقف الفيديو كده وتشوف تاني الكلمات على مالك واحدة واحدة، تعرفهم، تقراهم عربي، تقراهم اون فرنسي، تكتبهم بنفسك عشان تتعود عليهم وتستعملهم في حاجات مفيدة ليك جدا في الدرس. طيب نيجي اللي هي الظروف وحروف الجر. الادفيرب اسمها ايه؟ ادفيرب بروبوزيسيون اكسبريسيون، ادجكتيف صفات وحروف جر وتعبيرات وظروف. ايه طب اللي موجود عندنا في الدرس ده؟ في وي، وي نعم، يعني زي يس في الانجليزي يس. فانا اقول ايه في الفرنسي؟ طبعا باللغه الفرنسيه اقول ايه؟ وي نعم. كونتون، كورون اللي هي دارجه. كورون دي اللي هي يعني الحاجه اللي هي الدارجه بينا، او اللي هي مستخدمه بشكل موسع يعني، او رسمي اكثر يعني. كي سي، من هذا؟ ده اسال بها عن شخص انا ما اعرفوش، فانا معايا صديق تاني فاقول له كي سي، هو مين ده؟ للعاقل، من هذا؟ اورفار طبعا الوداع. ابيانتو الى اللقاء، برضه ايه؟ ان انا لما اسيب شخص واقول له ايه؟ القاك قريبا. ابليس الى اللقاء برضه. هنا برضه تشاو اللي هي ايه؟ الى اللقاء برضه. طبعا مكتوب بين قوسين بين اللي هي ابليس وتشاو، اللي هي طبعا ايه؟ اللغه العاميه اللي هي لغه الاصدقاء مع بعضهم. نو اللي هي لا. فاميلي اللي هي ايه؟ عاميه يعني، عاميه، اللي هي عكسها كورون. ايه و فواسي، ها هو اشاور بيها لفلان، هذا فلان او هي فلانه، للقريب الشيء القريب ليه يعني، الشيء القريب اقول فواسي. حاجه بعيده جدا اقول فوالا، فوالا. ها هو للبعيد. بالتالي في حاجه في الانجليزي برضه زي كده، اللي حكايه القريب والبعيد، اللي هي زي زيس وذات، زي هند بالظبط زي كده. ان انا اقول فواسي ده قريب، فوالا للبعيد. سيمبا رقيق او لطيف او ظريف. سيلت بلاي من فضلك، اللي هي الجمع بتاعها ايه؟ سيلفو بلاي من فضلكم، اللي هي تحتيها دي. يبقى انا سيلت بلاي لما يكون عندي صديق واحد بس اقول له ايه؟ من فضلك سيلت بلاي. طب انا عندي ناس احترمها او واحد بس ممكن احترمه، او كسائح مثلا انا هكلمه بطريقه ايه؟ رسميه شويه، او في مكانه ما اكبر مني بتاع باحتراف، اقول له ايه؟ سيلفو بلاي من فضلك، سيلفو بلاي. ده كان بالنسبه للتعبيرات الاكسبريسيون اللي انا ممكن استخدمها. طب ايه الفيرب اللي عندي؟ كيل سون لي فيرب؟ ايه الافعال اللي موجوده في عندي؟ ساليو يحيي شخص، وانا استعملها كتير جدا لما احيي شخص او في مواقف. بريزونتي يقدم شخص. سي بريزونتي يقدم نفسه. انا عندي الاولانيه بريزونتي دي لما انا اقدم شخص اخر، بريزونتي لي زوتر. انما انا نفسي سي بريزونتي ان انا اقدم نفسي، كومون جي مي بريزونت ذاتيا مع نفسي. تروفي يجد. سابيلي يسمى او يدعى فلان. كيتي يغادر. اريفي يصل. طيب عندي في الشق الثاني هنا ديماندي يعني يطلب. ريميرسي يشكر، يشكر شخص برضه من ضمن المواقف. اقول لك كانجي ريميرسي بيرسون، انه اشكر شخص او تونا ميت قوليه. ابيتي يسكن. اتيديي يذاكر او يدرس. اتر يكون، فيرب زي فيرب تو بي في الانجليزي. افوار زي فيرب تو في الانجليزي اللي هو ايه؟ يمتلك او لديه ايه؟ الشيء. افوار. يبقى انا عندي اتر يكون وافوار مؤسسين مهمين جدا، وهيتحافظوا على فكره، لازم حفظ، انا نلاقيهم في كل حاجه موجودين. بروندر كونجي يودع شخص. بروندر كونجي يودع ايه؟ ده كانت ايه؟ الفيرب، الافعال الموجوده عندي. طيب في عندي اليا لي كولير. الالوان موجوده عندي برضو في الدرس دوت، اسمها لي كولير، ودي مفرد مؤنث. هنا طبعا جمع مؤنث لكولير، لكن هي ككلمه مؤنثه، كولير مؤنثه ككلمه مفرده مؤنثه. ولذلك تاخد كل اللي هي ايه؟ بديزل دي ايه؟ هناخدها بعدين طبعا. كلمه معناها ما او اي، ودي لها 4 اشكال، منهم الشكل المؤنث ده اللي هو موجود عندك، اللي هو كيل كولير تي بريفير، اي لون تفضل. كيل كولير تي بريفير. فانا اقول جي بريفير لو، واجيب اسم لون من اللي تحته، الاورانج، لي مارون، لي بيج، لي بلون، وهكذا حسب اللون. او اقول ايه بصيغه اخرى؟ ما كولير بريفيري ايه لو، ما كولير بريفيري. طبعا هنا ملاحظ ان انا هنا على الناحيه دي جواب مذكر، على الناحيه دي برضو ليه مذكر. انا خدت فكره في المقدمه عن اداه المعرفه، فاللو دي بمعنى ال. فانا كيل كولير تي بريفير، هنا اقول ايه؟ جي بريفير لورانج او لي مارون او لي روج او لي بيج على اساس انها مذكر. لو قلت على الناحيه الثانيه برضو ما كولير بريفيري لوني المفضل يكون ايه لو، برضه هجيب ايه؟ لو بلو الازرق او لي فير الاخضر او لي فيولي، بصيغه المذكر برضه، بصيغه المذكر. لكن انا متى انس اللون ده؟ لما انا اقول اللون كذا،
اقول جي بريفير لا كولير، اجيب كلمه لون، وبالتالي اروح مستعمل اداه مؤنثه لان كلمه كولير مؤنثه، وهو انس اللون نفسه، لا كولير مارون، لا كولير بلانش، لا كولير فيولات. تلاحظ ان في اختلاف طبعا بين فيولي وفيولات، بين بلان وبلانش، بلان المذكر لكن بلانش ايه المؤنث، اقول جيم لا كولير بلانش. لكن لو قلت من غير اللون اقول جيم لي بلون بس الابيض، لكن عايز اقول انا اللون الابيض يبقى اقول جيم ايه جيم لا كولير بلانش، وهكذا. طبعا نشوف الالوان تاني النطق بتاعهم: اورانج اللي هو برتقالي، مارون بني، بيج اللي هو بيج او مصفر كده يعني، بلان ابيض مؤنث بلانش، نوار اسود مؤنث نوار طبعا تاخد ايه، جري اللي هو رمادي، بلو ازرق اللي هو الناحيه التانيه دلوقتي، فير اخضر، فيولي بنفسجي مؤنث فيولات، روج احمر، جون اصفر، روز اللي هو اللون الورد. طبعا لاحظ ان في جنب كل واحده حاجات زياده كده، مثلا بلا بلان بلانش اش اي جنبيها، نوار اي جنبيها، اللي جنبها ده اسمه التأنيث بتاعها، الزياده اللي هي هتحصل بعد الفاصله اللي الموجوده او شرطه المايله في حرف زياده، ده اللي هو في حاله المؤنث طبعا ان شاء الله. والمؤنث ده هناخده ايه بالتفصيل فيما بعد، ازاي ان نأنث الصفات. نكتفي المره دي في الفيديو ده بهذا القدر، ونتمنى لكم ان شاء الله تكونوا فهمتوا وتكونوا استمتعتوا. وان شاء الله طبعا في رقم هنا موجود للتواصل، اذا ما فهمتش حاجه او بتاع ممكن نفهمها بطريقه تاني او نقول تاني. ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم الشيخ خالد عبد الوهاب، معلم خبير لغه فرنسيه بالمرحله الثانويه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.